الملاحة الموسيقية قالوا إنه بألحانه سبق عصره. وفي هذه الأيام ونحن نحتفل بذكرى مولده يخرج علينا شكل جديد من الأشكال الموسيقية هو الموسيقى الإلكترونية، والطريف أن صاحبها يحمل أيضا نفس اسم موسيقار الأجيال وأيضا سبق عصره في هذا المجال. من خلال الركن الثقافي الفني الذي يعد زميلي الصحفي حسام عبد الهادي، يسعدني منى عبد الوهاب أن يكون معي على الهواء مباشرة الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الموسيقى الإلكترونية بأكاديمية الفنون. أهلا بك دكتور، وبرحب بك النهارده معنا في صباح الخير. أهلا بحضرتك دكتور محمد، تشابه الاسم بينك وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هل تسبب في حدوث مفارقات بالنسبة لك؟ وهل على المدى الطويل من الممكن أن يحدث خلط بينك وبينه في عند الرجوع لأعمالكم يعني؟ هو الحقيقة يعني أنا وأنا بدرس الموسيقى منذ الصغر يعني كان زمايلي بيقولوا لي طب أنت اسمك محمد عبد الوهاب يعني لازم تغيره. وأنا اسمي محمد عبد الوهاب عبد الفتاح. طب ممكن تخليه محمد عبد الفتاح، لكن أنا ما أعرفش شيء داخلي. أنا محب جدا للموسيقار عبد الوهاب، وكنت محب جدا إن يظل اسمي كما هو. وحتة بقى التفريق دي يعني ما أعرفش، يعني إحنا ممكن مع الوقت أكيد هيبقى فيه اسم تاني أو أي شيء يميزني. لكن ده يعني ممكن على المدى ما يبقاش فيه خلط في الشغل نفسه؟ موجود على فكرة في الموسيقى العالمية، أو موجود مثلا على سبيل المثال في النمسا في أكتر من مؤلف موسيقي بيحمل اسم العيلة شتراوس يعني. فدي يمكن وبرضه مش من عيلة واحدة يعني، وفي من عيلة واحدة. فدي يعني أنا معتز جدا بالاسم دوت، واحتمال إن مع الوقت يبقى هو بقى الموسيقار الكبير عبد الوهاب الكبير، وأنا بس دكتور محمد عبد الوهاب. دكتور محمد، واحنا بنحتفل بذكرى مولد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كان معروف عنه إن هو بيلحن بأكتر من طريقة. إيه هي هذه الطرق وإيه الفرق بينها؟ وهل كان لكل طريقة مرحلة معينة بيستخدمها فيها؟ هو يمكن ده سبب ان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان الحانه يعني نقدر نقول متجدده دايما. ان هو كان بيلعب على اكتر من آلة موسيقيه، طبعا بجانب آلة العود. احنا عارفين كلنا ان هو كان بيتقن آلة العود، لكن كان بيلعب على البيانو. والشيء الجميل كان عمل الدكتور مصطفى ناجي بحث وانا شاركت فيه، ان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اتعلم النوتة الموسيقية. انت عارف حضرتك اغلب الملحنين المشهورين ما بيعرفوش يعني يقروا النوتة الموسيقية. يعني هم موهوبين جدا في العزف، وبعد ما بيخلص اللحن بتاعه يعني غالبا بيبقى على آلة العود، بيدي اللحن لاحد الدارسين عشان خاطر يعني يكتبوا النوتة الموسيقية. فهو تعلم النوتة الموسيقية تقريبا قبل ما يبدأ لقاء السحاب ام كلثوم في انت عمري، وابتدى يدخل اسلوب جديد. يعني اذا هو كان بيلحن على الالات الموسيقيه المختلفه، كان ده بيديله تنوع في الحانه. كان احيانا يدندن من غير آلة موسيقيه ويسجل يسجل الخواطر الموسيقيه دي بتسجيل. وهو قال برضو ان احد التكنولوجيا في وقته بقى اللي كانت الريكوردر ده نفعه كتير جدا في تسجيل خواطر موسيقيه كان ممكن تروح لو ما سجلتش. اذا هنا التكنولوجيا نفعته بس في وقته يعني. والشيء بقى الثالث ان هو كان بيدون الموسيقى بالنوتة الموسيقية، وده برضو ادى نوع من بساطة اللحن في وقتها. يعني تحول اللحن الى لحن بسيط وجميل ومعبر. فاذا هو كان بيحاول يطور من نفسه دايما، ولذلك بنلاقيه يمكن متميز جدا ان احنا لما بنسمع مقدمة موسيقية ليه او ما بقاش عارفين ده عبد الوهاب ولا لا. يعني هو دايما بيظهر علينا حتى في الحانه اللي كانت بتسمع لاول مره بشيء من التخفي، وافتكر دي يعني ميزه في الفنان. طب دكتور محمد، ايه اللي انت استفدته في مجالك، مجال الموسيقى الالكترونيه، من موسيقى عبد الوهاب؟
هو انا استفدت من كل يعني الحصيله الموسيقيه. انا بسمع موسيقى عربي وموسيقى غربي، ويعني سواء كانت موسيقى عالميه او موسيقى حتى شعبيه. لكن انا شخصيه عبد الوهاب انا منبهر بيها جدا. يعني حتى كان لما يعني يتكلم في لقاء تلفزيوني او تسجيل او اذاعي، صوته رنين صوته وطريقته في صوته في شخصيه كده جميله ومسيطره. ويعني كنت بأتلف جدا في طريقه كلامه. كفنان طبعا يعني بالنسبه لنا يعني ربنا انعم عليه بالعمر المديد، وده اداله فرصه ان هو يطور. يعني هو عاش يمكن 4 مراحل فنيه، وكل مرحله فنيه يمكن كبيره. فدي في بعض الفنانين لما يعني يطول بيهم العمر يستنفذوا ادواتهم الابداعيه، لكن عبد الوهاب ظل لغايه اخر لحظه نجم متوهج وليه ابداعاته اللي دايما بتعاصر الزمن اللي بيعيش فيه. دكتور محمد، ما فكرتش انك انت تحول بعض المقطوعات الموسيقيه لمحمد عبد الوهاب الى الموسيقى الالكترونيه؟ وازاي يحصل ده؟ هو يعني مش عمليه تحويل يعني، لكن هي الفنان دايما من احد المهام بتاعته ان هو يعيد صياغه التراث او الموروث الموسيقي اللي سابوه الملحنين الاخرين. بس لازم اولا ما يحصلش تشويه، لازم يحافظ على الاصل، ولازم يبقى في رؤيه فنيه جديده عصريه. لكن يعني انا قدام يعني نقدر نقول هرم فني كبير جدا، وانا لسه يمكن المشروع دوت يعني موجود في بالي ان انا برضو اخد بعض اعمال. بس المهم ان انا طب ايه من مقطوعات محمد عبد الوهاب تصلح لانها هو اي عمل موسيقي هو اصل الموسيقى الالكترونيه ليها بعدين او ليها شقين. شق بيقلد الالات التقليديه، يعني تلاقي عن طريق الاورج الكهربي مثلا بيقلد الكمانجا، بيقلد العود. والشق الثاني ان هو بيعمل عالم صوتي مش موجود في الالات الثانيه. انا يعني ميال للشق الثاني، يعني عاوز اقول انا ما استبدلش العود بصوت الكتروني. لكن انا ممكن مثلا زي اغنيه من اغنيه الشهيره من غير ليه، اللي هي كانت ختام اخر اغنيه ليه وفيها خبره كبيره جدا. الاغنيه دي كلاما ولحنا فيها نوع من الاجواء الدراميه موجوده في النص وموجوده في الاداء، ممكن انها بعض تعمق عن طريق المؤثرات الالكترونيه. يعني في بعض موال كده في نص الاغنيه، فده متهيألي يعني بتدي نقطه انطلاق جيده جدا ليا ان شاء الله، يعني اقدمها بطريقه جديده وندخل فيها العنصر الالكتروني دون ان يعني يحصل نوع من التشويه او الاقلال من القيمه الاصليه بتاعه المبدع الاصلي. طب الموسيقى الالكترونيه دكتور محمد بتصلح لتلحين الاغاني؟ لو انا هستخدم مثلا الكمبيوتر او الاورج يعني تصلح، لكن انا عاوز اقول ده مستوى يعتبر هوايه. يعني الموسيقى الالكترونيه ممكن تدي ابعاد كتيره جدا في ان انا مثلا استنسخ الاصوات او يعني اعيد صياغه اصوات، ان انا ابتكر اصوات جديده، ممكن اسجل اصوات طبيعيه ويعني اعمل لها تركيبه، ممكن ان انا استخدمها في السينما، ممكن استخدمها في معرض تشكيلي، في افتتاح معرض تشكيلي. يعني ممكن اخليها تشترك في حركه تعبيريه، رقص تعبيري. يعني الموسيقى الالكترونيه فن جديد ممكن ان هو يشترك في فنون كتيره جدا، ومع الضوء توظيفه مع الفنون دي، مع الفنون الاخرى. وده يمكن اللي انا بعمله دلوقتي في الاوبرا، وان انا بحاول ان انا اتحول بقى المصطلح من مجرد موسيقى الكترونيه الى وسائط الكترونيه متعدده. اللي هو ان انا بقى بستخدم كل الاجهزه الالكترونيه اللي هي الكهربائيه، سواء كان على مستوى الصوت او حتى الضوء. طب حضرتك حفلك القادم في مسرح الجمهوريه تحت عنوان قهقهه. يعني حضرتك تقصد ايه بقهقهه في الموسيقى الالكترونيه؟ لا، هو يعني القهقهه في حد ذاتها ما هياش لها، يعني ليس لها علاقه بالموسيقى الالكترونيه فقط. يعني هو طبعا انا تعودت ان انا في كل حفله من حفلاتي بحط اسم ليه رنين صوتي او سجع. يعني انا استخدمت قبل كده صوت الميه وسميته بلبطه، واستخدمت اصوات من الفضاء وسميته رنين من الفضاء. فاحنا اللي قدام دلوقتي يعني موسيقى كوميديه، المفروض
بس في اطار جاد. بتقدم فيها بعض المؤثرات الصوتيه الالكترونيه اللي ممكن تضحك. فاذا احنا قدام يعني تبقى بصوت القهقهه قصدك، يعني صوت الضحك يعني انا هسجل اصوات ضحكات الجمهور سواء لايف في يعني ان شاء الله في الحفله او قبل كده، وهستعيدها بشكل اخر وبشكل كوميدي او في اطار كوميدي، بحيث ان انا يعني ارسم البسمه على المشاهد.